اي حتة جنس عندي في البيت استحالة اتخلص منها ابدا. اي جنس بعتبره كنز في البيت، بنطلون قديم، جيبة قديمة، شميز، اي جنس بحتفظ بيه، وبجد افكاره كلها ملهاش نهاية وكلها احلى من بعض. اخدت الجزء ده من رجل البنطلون وسويت الاحرف بتاعته كلها بالقلم والمسطرة، وبعد كده قصيت، وهنعمل زاويتين قايمتين قد بعض من الزاويتين اللي تحت بالشكل ده، وهنقصهم وهنبتدي نقفل الجزء كله اللي احنا قصيناه ده. بس هنيجي عند الزاوية من تحت اللي احنا قصيناها هنعكسها بالشكل ده وهنخيطها بالشكل ده. بعد ما هنخيطها هنعمل كيس قماش نفس المقاس بالظبط، وده هيبقى البطانة، هندخله فيها بالشكل ده، هيبقى الجنس على العدلة والكيس القماش هيبقى مقلوب. وهنبتدي نخيط الحرف على الحرف، هنسيب حتة صغيرة خالص مش هنقفلها علشان نقلب منها الشنطة اللي احنا بنعملها، وبعد كده هنخيط الجزء الصغير اللي احنا هنسيبه ده وهنعدلها بالشكل ده، ندخل البطانة جواها وهنبتدي نمشي على الحرف تاني بس على العدلة بالشكل ده. ده هيظبط الشكل معايا خالص. هنا بقى كنت بعمل اليد، استخدمت خيط المكرمية غلفته بشريط الستان بالشكل ده، بحط خيط المكرمية جواه كده وبمشي على الحروف بتاعه شريط الستان. يبقى كده هنعمل يد الشنطة بشكل حلو قوي. هنبتدي بقى بالشكل ده نحدد المكان بتاع اليد وهنثبتها بالطريقة دي، سهلة خالص. دي الشكل اللي احنا هنثبت بيه اليد كلها. هنعمل اليدين واستخدمت جيب البنطلون، حطيت عليه نفس الشريط من فوق علشان يعمل تجانس كده مع الالوان، واستخدمت لزقة السكotش دي ثبتها برضو. وبس كده، بصوا بقى جمال الشنطة، شكلها تحفة قوي بجد، عملية ومتينة جدا وشكلها في منتهى الجمال. علشان تشتري اي شنطة جينز دلوقتي هتلاقيها بمبلغ وقدره، والحل في ايدينا. يعني الجينز ده ممكن نعمل منه شنط اشكال والوان. بصوا الشكل تحفة ازاي. تعالوا بقى نشوفها وهي ملبوسة، شكلها بجد حلو قوي. وطبعا مساحة الشنطة انت اللي هتحدديها، لو عايزاها اكبر من كده زي ما انت عايزة. بصوا شكلها في اللبس منتهى الجمال. مستنية تجربتكم، جربوا الفكرة بجد مش هتندموا. استنوني في الفكرة الجاية. باي باي.